وفعلا قعد زيادة عن الساعة يحكيلي من أول ما عرف رغد لحد ما وصلنا لما طلب إيديها، وبعد كده كمل لي الحكاية. وفي يوم دخلت عليها كانت قاعدة وماسكة المراية. حضرتك الورد ده وصلك من واحد عاشق، يا تقبليه يا ترفضيه، اختاري بسرعة. وأول ما قلت لها كده لقيتها طلعت تجري عليا وخطفت من إيدي الورد. امتى بقى تبقي مراتي وفي بيتي؟ أنا مش عارف الأيام وقفت ليه بعد ما كانت بتجري بسرعة. إيه كنت قاعدة بتعملي إيه؟ ببص في المراية. معقول؟ طب وشفتي إيه؟ أكيد شفتي قمر طبعا. لا يا أخويا ما شفتش قمر، شفت فسفوسة طالعالي في خدي اهي. والله ما حد فسفوس الا انتي. ايه ده؟ ثانية واحدة كده، انتي قلت اخويا؟ بقى انا اخوكي؟ ايوه طبعا، انت اخويا وابويا وكل حاجة ليا. طب ما تيجي تعيش عندنا بدل ما انا متشحطط كده، وهو برضه هبقى ابوكي واخوكي وكل حاجة لغاية ما نتجوز. لا انا مش عايزة اقعد في بيتك غير لما ابقى على ذمتك. ماشي يا ستي اللي يريحك يا قمري. وبعد كده لقيت تليفوني بيرن. ارغي، اللواء سميح طالبك حالا في اجتماع ضروري ولازم تكون حاضر. طب تمام، نص ساعة واكون عندك في الجهاز. الظاهر كده ان في حاجة حصلت، همشي وهبقى اكلمك. وبعدها سبتها وركبت عربيتي ورحت ناحية جهاز المخابرات، وطول الطريق وانا عمال اسأل نفسي ايه سبب الاجتماع المفاجئ ده. واول ما وصلت لقيت اللواء سميح بيتكلم وبيقول لنا طبعا انتوا مستغربين انا جمعتكم بالسرعة دي ليه، بس حصلت حاجة في قضية شمس خلتنا نجمعكم ونقول لكم على الإجراءات الأمنية المشددة اللي اتخذت ضده. حصل ايه يا فندم؟ في معلومات وصلت لنا إن في جاسوس وسطنا متعاون مع جامعة شمس الإرهابية وناويين يهربوه. جاسوس؟ ومين اللي يعمل كده؟ لغاية دلوقتي مفيش حاجة ظاهرة، وعشان كده عملنا خطة ومدروسة حرصا على تسليمه للسجن المشدد. الظرف ده فيه الخطة بالكامل، وكمان رمز أمني يقدر يدخلك على موقع كشف المعلومات اللي حطيناها. يعني ازاي هيخرج شمس ومنين والطريق اللي هيمشي فيه مع مجموعة من الضباط والأمناء المختارين، والرمز ده مش هيبقى غير مع واحد منكم بس، واللي أنا اخترته هو مراد. واشمعنى بقى مراد هو اللي يستلمه؟ ما في العقد حامد مثلا مش هو القائد برضو، أو المقدم سهيب، أو أنت مثلا؟ مش ده اللي أنت عايز توصله يا عبد السلام؟ لا يا حضرة الضابط مش ده قصدي، ثم إني ما وجهتش ليك أي كلمة. ما تقعد ياض منك ليه؟ هو محدش مالي عينيكم ولا إيه؟ طب احترم وجودي يا جزم مقطوعة. بعد كده ببص للواء اللي لقيته بيبص لي حته بصه، قصدي يعني احترم الراجل الكباره اللي واقف معانا ده. الظباط قال عليا النعمه ظباط ايقاع، ولما احنا ظباط ايقاع انت الرقاصه اللي وصلت متاخر. اتفضل يا مراد وربنا معاك يا بطل. هو بعد كده خدت الظرف واحتفظت بيه معايا لغايه ما جه ميعاد نقل الارهابي شمس للسجن. دقيقتين بالظبط وتخرجوا بالهدف المطلوب تامينه، استعدوا علي ما ينفذ. هو بعد كده لقيت رغد بتتصل بيا، كنسلت عليها، لقيتها رجعت اتصلت تاني، رحت قفلت الفون خالص. انا متعود طول ما انا في الشغل ما ينفعش ان انا ارد على اي مكالمه. هو بعد كده لقيت عماد جاي بيجري عليا وبيقول لي الحق يا مراد باشا حصلت كارثه. كارثه؟ كارثه ايه؟ لقيت وليد هو اللي رد وعلى صوته عشان يجذب انتباه الجميع وقال لي فيه ان القوات الامنيه اللي رايحه تنقل شمس اتهاجمت من مجهولين وخلصوا على معظم العساكر والضباط اللي معاه وهو هرب. ايه؟ ازاي الكلام ده؟ اسأل نفسك يا حضرة الضابط. تقصد ايه؟ هقصد انك بعت الرمز يا خاين. نعم انت بتتهمني انا يا زبالة يا واطي. هو بعد كده كل الضباط اتلموا علينا وحاولوا ان هما يفكوا من ايدي. انا ممكن اتغاضى عن اي خطأ، لكن ان هو يتهمني بالخيانة انا لا يمكن اسمح بحاجة زي كده ابدا من اي حد. انا عارف انك متضايق عشان الهجوم اللي حصل لقوات الحماية واللي راح ضحيتها امناء وضباط شرطة، بس ده مش ذنبك يا مراد. احنا لغاية دلوقتي ما اكتشفناش مين الخاين اللي في وسطنا. وبعد كده اتفقت انا واللواء سميح اللي احنا هنحط خطة وهمية وهنقولها قدام الكل علشان نقدر نعرف الخاين اللي بينا. وبعد ما خلصت يومي رحت على رغد، كنت بخبط على الباب بالراحة لقيت ان الباب مفتوح. رغد، يا رغد انت فين؟ وبعد كده ببص على السرير لقيت في ورقة مرمية، مسكتها وقريتها بسرعة. لو عايز السنيورة بتاعتك تعالى خدها، بس هات شمس معاك واللي قول عليها يا رحمن يا رحيم. ولقيتهم سايبين لي عنوان في الورقة. رحت وركبت عربيتي وسوقتها زي المجنون علشان الحق اوصل لرغد. وصلت للمكان ومعايا شمس ومربوط من ايديه. يلا قدامي يا زبالة. انا جيت ومعايا شمس، انتوا فين؟ وبعد كده خرج لي شخص ما كنتش اتوقع ابدا ان هو الخاين. حامد بيه، هو انت؟ مفاجأة مش كده؟ وبسرعة كنت خرجت سلاحي وحطيته على دماغ شمس
لقيته شاور للحراس بتوعه، جابوا رغد قدامه وشدوها من شعرها ووجهوا المسدس على راسها، وهي بقت عمالة تصرخ: نزل سلاحك يا مراد وإلا هفجر دماغها. أول ما بصيت على رغد وشفت ملامح وشها المرعوبة وجسمها اللي بيتنفض، نزلت سلاحي. أيوة كده، خليك عاقل، سيبه يقرب بقى. وبعد ما سبته وشمس كان بقرب منه، رحت وهجمت عليه تاني ووجهت المسدس على دماغه وقلت لهم: سيب رغد يا حامد وانا سيب لك شمس. ماشي. وفعلا انا سبت شمس بعد ما هو ساب رغد وهي بتوصل لي وشمس رايح له على هناك. اول ما قربت من شمس راح زقها وقعها على الارض، وبعد كده بدأ ضرب النار. وصلت الرغد بسرعة ودارتها ورا مكان آمن، وفي اللحظة دي شمس كان بيحاول يهرب، ضربته بالنار في رجليه. رغد ما تخافيش يا قلب، انا معاكي. بصي انت خليكي هنا اياكي تتحركي يا رغد، سامعاني؟ واول ما خرجت لقيت شمس برضه بيحاول يهرب تاني. رفعت المسدس وضربته رصاصة نهت حياته. وانا مشغول في الاشتباك مع الحراس، حامد شاف رغد وهي بتمشي وبتحاول تبعد عن مكانها، وببص عليه لقيته رافع المسدس وبيوجهه ناحية رغد. حاسبي يا رغد. وفي اللحظة دي كان ضرب عليها نار. طلعت اجري عليها: رغد انت سامعاني يا قلبي؟ مراد ما تتكلميش خالص، انا هتصل بالاسعاف وهتيجي فورا. ولسه كنت بطلع التليفون عشان اكلم الاسعاف، لقيت اللي هجم عليا والتليفون وقع مني. فضلنا نضرب في بعض لحد ما طلعت غليلي كله وقعدت اضرب فيه لحد ما مات. هو السبب في اللي حصل في رغد، هو اللي ضرب عليها نار. ومره واحده لقيت اللي جه من ظهري وضربني على دماغي. لسه بلف عشان اشوف مين، بس ما بقتش شايف قدامي ودخت وقعت من طولي. ومره واحده فقت وانا في ميه بتدلق عليا وحد بيقول لي: فوق يا حضرة الضابط. انت مين وعايز ايه؟ انا قدرك الجحيمي، انت خلصت على شمس وحامد وجه دورك دلوقتي. هاتوها. رغد انتوا هتعملوا فيها ايه؟ هموتك بالبطيء، ادلقوا الجاز عليها. وبعد كده لقيته بيقرب من رغد، هو طلع علبة كبريت من جيبه، هو طلع منها عود واشعل النار فيه. ابعد عنها، سيبها، انت لو قربت منها هولع فيك، هقطع من جتتك نساير. بقيت عامل زي المجنون وعمال اصرخ وبحاول افك نفسي من الحبال اللي هم رابطيني بيها. واول ما حس ان انا خلاص قربت افك نفسي واهجم عليهم، ضربني بالنار. وقعت في مكاني وانا بقى لمحت الملثم بيولع عود كبريت تاني وشكله برادي بيشتوي على خير. غمضت عيني من قله حيلتي، والمره دي بفتحها ما شفتش غير رغد وهي النار مولعه فيها. وبعدها انا فقدت الوعي تماما. اول ما عرفت اللي حصل لمراد، وانا بقت الدموع تنزل مني غصب عني، ومش متخيله ازاي قدر يستحمل كل اللي حصل له ده. وبقيت عذراه في كل مره هو غلط في حقي فيها. كنت حاسه ان انت شايل كتير قوي جواك، كنت حاسه انك عشت اسوأ فتره في حياتك. كان قلبي دايما بيقولي انك هتيجي وتحكي وتفضي اللي جواك ليا وانت بتطبل، بس عمري ما توقعت ابدا انك اللي هتحكيها يكون بالاسوأ والشر ده. انت انسان قوي، انك قدرت تستحمل المرار اللي اتغرست فيه غصب عنك. الجبل ما قدرتش توقعك كميه العواصف اللي خبطتك. انت اتهزيت من جواك، قلبك حس بزلزله قويه، بس لسه واقف زي ما انت على رجلك، لسه محدش قدر يدمرك او يهدك. ارجع تاني يا مراد، ارجع للدنيا واضحك لها من جديد عشان هي كمان تضحك لك. اوعدني انك تخليني اداوي جروحك كلها، امحي لك كل الالام والمعاناه اللي انت عشتها وسمحت لها تبقى جزء كبير من حياتك. سيبني انا اطردها واحط لك ذكريات جميله تخلدها. بقيت باصص لها وانا مستغرب ومش مصدق ان هي بعد كل ده مصره انها تقف جنبي وما تسيبنيش. ايه مالك بتبصلي كده ليه؟ انت فريده قوي فعلا وغريبه برضه. قال لي كده، اتكسفت وبصيت في الارض، وبعد كده لقيت تليفوني بيرن. هي ليلى مربربه، ابويا بيتصل بيا، اكيد عرف اني مش في البيت. ما تخافيش انا هاجي معاكي. وبعد كده ساق العربيه عشان يروحني. واول ما وصلنا لقيت بابا واقفلي تحت البيت وعينه بتطق شرار. كنت فين يا فريده؟ وبتعملي ايه مع ده لغايه الساعه 4:30 الفجر؟ ردي عليا، ازاي خرجتي من ورايا؟ عمري ما توقعت ابدا انك تستغفليني وتتسحبي من ورايا عشان تقابليه. يا بابا والله حضرتك فاهم غلط. امال ايه الصح؟ رجع لي وش الصبح مع واحد وعايزاني ما فهمكيش غلط. قال لها كده ولقيتها انهارت من العياط، ما قدرتش استحمل دموعها اللي نزلت. اسمع يا ابو فريده، انا اللي طلبت منها انها تنزل تقابلني. وليه؟ عايزها في ايه؟ انا مش جيت لك وترجدك تبعد عن طريقها؟ مش حكيت لك اللي حصل وخلاني ابعد عن طريق نيره؟ ليه بتجري وراها؟ عايز منها ايه تاني بعد ما ضربتها؟ حاولت اتماسك اعصابي ورديت عليه بالراحه وقلت له: اولا انا مش بجري وراها ومش عايز حاجه منها،
ثانيا يا ريت بلاش نبرة الكره اللي في صوتك دي، عشان انت متأكد اني يستحيل اذي فريدة ولا بأي طريقة، حتى لو كان لسه جوايا شك من ناحيتك. انا عارف اني غلطت عشان نزلتها من البيت في وقت زي ده، بس الموضوع ما كانش يحتمل اي تأجيل. مفيش داعي انك تلومها وتحملها هي الذنب. لو عايز تتخانق مع حد قدامك انا اهو، قول اللي انت عايزه. بقيت بصة لمراد ومش مصدقه اللي سمعته. هو بيدافع عني قدام ابويا، ولما انت مش في نيتك اذى ليها. ما فكرتش في منظرها قدام الجيران لو حد شافك وانت بتاخدها ببيجامة البيت؟ لو انت عندك اخت ترضى لها، واحد غريب يكلمها ويخليها تنزل تقابله؟ لا طبعا مرضاش. وبعدين انا مش غريب، لا غريب بالنسبه لي، انا غريب. بابا اسكت انتي. اسمع يا ابني، انا فريدة بنتي دي اغلى حاجه في حياتي، وهي اللي فضلالي من الدنيا بعد ما الحبايب كلهم راحوا. يا ريت يعني ما تحاولش تقرب منها تاني، انت عارف دي سمعة بنت. بابا ارجوك يا بابا، انت دلوقتي متضايق عشان قابلت بنتك من وراك، وده حقك. طب زمان لما كنت بتحب نيرة وكنت برضه بتقابلها من ورا اهلها، ما خفتش ليه على سمعتها؟ ها؟ بس انا عمري ما فكرت امس سمعة نيرة بحاجه وحشه، وكنت ناوي اخد خطوه، وعشان سمعتها انا اتخليت عن حبي وهربت. لكن انا رجعت مع فريدة عشان ما اسيبهاش هي في وش المدفع. انت بتقارن رجوعك بفريدة متاخر بهجران النيرة؟ لا انا مش بقارن، انا بس بقولك اني ما بحاولش اتقرب لفريدة عشان انتقم او غيره. واذا كنت معتبرني غريب فانت كنت غريب برضه. قال لي بابا كده وسابه ومشي، وقبل ما يركب عربيته لقيته راح باصصلي وابتسملي. هو لحد هنا بتكون خلصت حلقتنا. استنوني في حلقة جديدة بأحداث جديدة، وفي نهاية الفيديو ما تنسوش تدعموني بالاشتراك في القناة وتفعيل الجرس على الكل عشان يوصل لكم إشعار لكل قصة جديدة.